بعد ما نزل سيدنا آدم وحواء للأرض وخلفوا أولادهم، وبعدين جم الأنبياء اللي بعده، ربنا اختار نبي صالح تاني اسمه سيدنا إدريس عليه السلام. كان من نسل سيدنا آدم، وكان معروف بالحكمة والعلم والطاعة. سيدنا إدريس كان أول إنسان يكتب بالقلم. والله قبل كده الناس ما كانتش بتعرف تكتب. وكمان علم الناس الخياطة، يعني الهدوم المخيطة اللي احنا بنلبسها دلوقتي هو اللي بدأها. وكان بيحب ينظف هدومه ويقول للناس النظافة من الإيمان. كان بيحب يصوم ويصلي ويعلم الناس يعملوا الخير، وكان دايما يقول لهم كل عمل خير ربنا هيكافئك عليه. وكان صبور ومفيش حاجة بتزعله حتى لو الناس ما سمعتش كلامه. وفي يوم طلب من ملاك إنه يطلع السما يشوف خلق ربنا ويقرب منه أكتر. ربنا أذن له وطلع لحد السما الرابعة. ولما دخل السما الملايكة قالوا أهلا بالنبي الصالح ده إدريس. ومن يومها فضل سيدنا إدريس في مكان عالي، منزلش تاني على الأرض. وربنا قال في القرآن الكريم ورفعناه مكانا عليا. وكان إدريس دايما بيقول افعل الخير حتى لو الناس ما شافوش، ربنا شايف وربنا بيجازي.